سلام سلام البنات. نبدأ كلامي بالسلام على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. البنات إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. شوفوا البنات، اليوم قررت نحكي لكم حاجة من قلبي. أنا ما كنتش إنسانة خارقة ولا أجمل واحدة، بصح كنت ديما نحس بالفضول. علاش بعض نساء عندهم هذيك الهالة السحرية وانا لا؟ من يوم بديت نكتشف ونجرب لقيت أسرار صغيرة، أسرار غيرت لي حياتي كاملة. اليوم نفتح لكم قلبي ونشارك معاكم 10 أسرار شخصية جربتها على نفسي، وكل سر كان درجة نطلع بها سلم الجاذبية الحقيقية. وراح نعطيكم أول سر، واللي هو الثقة بالنفس. أول سر تعلمته الثقة. كنت نمشي مهبطة عينيا، نحشم نهضر، بصح نهار رفعت راسي وقلت أنا نساوي، لازم نحيها هذه الحشمة الزايدة. حسيت الكون تبدل، الناس ولات تحترمني. شوفي، الناس تحترمك قد ما تحترمي نفسك بالضبط. إذا كان احترامك عالي لنفسك راح يحترموك الناس بزاف. إذا كان غير تحترمي نفسك شوية، طبعا الناس ما همش راح يحترموك أكثر من اللي انت تحترمي نفسك. ولهذا نقولك وقفي قدام المراية، شوفي روحك بابتسامة، قولي أنا كافية وأنا نستاهل الخير. شوفي كيف تتبدل حياتك. ثاني سر اللي تعلمته وهو لغة الجسد. نعم، لغة الجسد. الجسد يتكلم قبل الفم. كنت متوترة في جلساتي، حركاتي بين خايفة كي تعلمت نقعد مستقيم، نبتسم، نفتح يدي، نهضر عادي جدا بكل تلقائية، الناس صارت تشوفني إنسانة قوية ومرتاحة. ولهذا وقفي وقفة مستقيمة، ابتسمي وخلي عينيك يتواصلوا مع الآخر بثقة، هذا وحده جاذبية. ثالث سر واللي هو الصوت والكلام. نعم حبيبتي، الصوت هو موسيقى الروح. من نهار اللي تعلمت نهضر ببطء، نزيد نغمة دافئة ونختار كلماتي، صرت نلاحظ الناس كامل يحبوا يسمعوني، وخاصة المقربين. ولهذا خلي صوتك هادئ دافئ، ماشي عالي بزاف ولا سريع، وخلي نبرة صوتك ديما قليلة، هكا تشوفي الفرق. ورابع سر واللي هو المظهر البسيط. كنت نغلط ونفكر انه الجاذبية في كثرة الزواق والملابس الفاخرة والملابس الماركة والعالمية، بصح لقيت انه الاناقة في البساطة، تنسيق بسيط، الوان مريحة، عطر خفيف، هكا نبان راقية بلا ما نكلف روحي ولا نخسر دراهم بزاف. وهكا نقولك بلي السر ماشي في الكثرة، السر في الترتيب والنظافة. ونعطيك خامس سر واللي هو الطاقة الإيجابية. لازم الناس تخليها تحس بيك من بعيد. كي كنت نركز على السلبي ونشكي بزاف، الكل يهرب، لكن كي وليت نبتسم وننشر طاقة خير، الناس بدأت تجري ليا، يعني تقرب مني. ولهذا ابدأي نهارك بكلمة شكر، الحمد لله، طاقتك تتبدل وانتي تتبدلي. ودايما ابتسامة صغيرة. وسادس سر واللي هو الذكاء العاطفي. كنت نجاوب بسرعة، نحكم على الناس، تعلمت الذكاء العاطفي. والذكاء العاطفي علمني نصبر، نفهم مشاعر الناس، نحس بيهم، هذا خلاني غالية عند الكل. اي واحد يحب يحكي معايا، يحب يقولي اسراره. ولهذا نقولك حبيبتي، اسمعي القلوب قبل ما تسمعي الكلام، وحسي بيهم، هكذا تكوني محبوبة عند الكل. وسابع سر وهو استماع اكثر من الكلام. انا واحدة من الناس كنت نهدر بزاف بان، وحطيته انه انسان كي يهدر بزاف ويعلي صوته، هذا كل انسان تم يبان قدام الناس الكل. لكن اكتشفت انه الانسان
إني نسمع للناس هو اللي يخلي قيمتي تعلى. وكي تسكتي وتسمعي الناس تحس بيك وحدة مختلفة تماما، وهذا يخلي سحر عند الناس عليك. ولهذا نقولك في أي جلسة خلي اللي معاك يهضروا أكتر منك، وخليهم هما اللي يفرغوا، وانتي كوني مستمعة جيدة، وهكذا تكبري في عينيهم. ثامن سر واللي هو روح الفكاهة. الضحكة سلاح قاتل. نعم، كنت ندير من مشاكلي دراما قبل، نحكيها واش صارلي واش صرالي واش صار، لكن كي وليت نضحك حتى على مواقفي الغبية الناس ولات تحب تقعد معايا أكثر، ما وليتش مملة. لهذا لازم الإنسان يخفف على روحه. والله الحياة ما تستاهلش تقل كامل، ابتسمي حتى في المواقف الغريبة. تاسع سر واللي هو الثقافة والتطور الذاتي. الجاذبية ماشي غير في الشكل حبيبتي، لا، الجاذبية في عقلك. تقراي، تتعلمي، طوري من ذاتك. هكا أنا تعلمت أني نقرأ، نتعلم حاجة كل يوم، نتعلم حاجة جديدة. لو كان كلمة مثلا نختار لغة تعلمها معناها بالعربية، هكا نحس درجة إنجاز. حسيت ثقتي تكبر والناس يحترموني، ماشي غير يحترموني غير أنوثتي ولا لا، كذلك العقل. ولهذا كل يوم زيدي معلومة جديدة. لو كان 10 دقائق اقراي فيهم، ديري حاجة، المهم كل يوم ديري حاجة جديدة لو كان 10 دقائق، وهكذا تحسي بالفرق. وآخر سر وأهم سر واللي هو حب النفس. نعم حبيبتي، حبي نفسك ثم حبي نفسك، لأنه أكبر سر هو حب النفس. كي تعلمت نحب روحي بعيوبها قبل مميزاتها، حسيت راحة عمري ما حسيت بها من قبل. صرت نحب مع روحي، نحب كلش. أول حاجة أني نحبها روحي، نكون نعيش مرتاح. ولهذا اكتبي كل يوم حاجة واحدة تحبيها في نفسك، صدقيني هذا يبنيك من الداخل. ولهذا حبيبتي نقول لك هذه 10 أسرار اللي غيروا لي حياتي وخلاني نولي أنثى جاذبيتها ماشي في جمالها فقط، لكن في حضورها. حبيبتي الجاذبية ماشي سحر، الجاذبية قرار. قولوا لي في التعليقات أي سر حسيتوه ناقص عندكم وحابين تبدأوا به اليوم. وما تنساوش ديروا لايك واشتراك، وفعلوا الجرس به يوصلكم الفيديو الجاي، وهو أكبر الأخطاء اللي تقتل أنوثتك وانتي ما كيش حاسة بيها. باي باي، سلام.